العركة لسه مكملة يا رجالة، العركة ما خلصتش لحد اللحظة دي. احنا يا دوبك فرقنا ب3 نقط، واعتبروا ان ده ما حصلش. لازم لعيبة الزمالك تفهم حاجة زي كده. عندنا مباراة مهمة جدا قدام الاتحاد السكندري، مباراة مش سهلة، وبقول لك يا صديقي وافتكر الكلمة دي، ان مباراة الاتحاد اللي جاية مباراة مش سهلة. عندنا 8 مباريات في الدوري، احنا اتفقنا ان كل مباراة بمباراة، هنخش كل ماتش بعركته. يلا هو دلوقتي في عركة، يلا نخش نشمر ويلا نحارب ونجيب ال3 نقط ونمشي. هو ده العهد اللي اتفقنا عليه. يبقى العركة لسه ما خلصتش. اعتبر ان انت مش فارق بالنقاط، انزل كأنك لسه متساوي في النقاط مع الفرق المنافسة ليك. خد كل مباراة زي ما قلنا، مباراة بمباراتها، ونعدي ماتش بماتش. هم 8 ماتشات على الدوري، سيبك من الكونفدرالية دي، كده كده قصة تانية. انت عندك في الدوري 8 ماتشات، مش اعتبرهم، هم حياة او موت. رقبتك كلاعب في النادي، رقبتك قصاد المباراه دي. انزل يا باشا، موت نفسك، حط روحك وافدي روحك قصاد ال8 ماتشات دول. زي ما انت عملت في ماتش بيراميدز، هو ده المطلوب في كل مباراه. روح، قلب، عزيمه، اصرار، احس ان انت مموت نفسك وعامل اللي عليك وعامل اكتر من اللي عليك. ده اللي انا محتاجه منك. الزمالك زي ما قلت لك عنده مباراه مهمه جدا قدام فريق جاي بانتفاضه، فريق الاتحاد السكندري. عامل صفقات مميزه جدا في الميركاتو اللي فات. الاتحاد السكندري مدعم بمجدي قفشه، بيتكلم في مبلول، عامل يسري وحيد، عبد الرحمن مجدي وغيره، خالد عبد الفتاح. عنده لعيبه مكونه، يعني لعيبه سكواد الجوده بتاعتها كويسه جدا بعد التدعيمات. الاتحاد السكندري في اخر 5 ماتشات محقق 4 انتصارات، والاربع انتصارات ب4 كلين شيت. انت بتتكلم على فريق متماسك الفتره الاخيره، هيجي لك منتشي، هيجي لك عايز بالميت يخرج بنقطه من هذه المباراه، اقل واجب. فانت لازم تبقى عارف انت هتواجه منافس صعب جدا، هتلاعب منافس رخم جدا، هتلاعب منافس هينزل يستموت قصادك. معاهم مدرب بالمناسبه، انا من الناس اللي بتحترم جدا مدرب زي تامر مصطفى، من ايام ما كان ما كان ماسك مودرن سبورت. ونفتكر دايما ماتشاته مع الزمالك ماتشات رخمه جدا. كابتن تامر مصطفى مدرب من المدربين اللي عندهم افكار وعندهم وعي تكتيكي كبير، وبيقدر يقفل وبيعرف يلعب بطريقه دفاعيه ويلعب على التحولات، وفي اوقات كتير يحب يقتل رتم المباراه، تلاقيه بيدور الكره ويعرف يعمل عمليه الاستحواذ. مدرب عنده افكار، مدرب متمرس، مدرب عارف الدوري المصري، مدرب بيعرف يلعب الزمالك. يبقى انت لازم تخلي بالك. كابتن معتمد الجمالي خلي باله، احنا داخلين مباراه مش سهله جدا، مش سهله خالص، مباراه صعبه جدا. لازم ننسى خلاص ال3 بتوع نقط بيراميدز. امن يا ابني بنفسك وحظوظك في الدوري. هم زي ما قلنا 8 مباريات خلاص، وتلاقي نفسك في لحظه بطل الدوري. العب ال8 مباريات، ان انا هاخد ال3 نقط في ال8 مباريات بالطول بالعرض. فان شاء الله نمشي خطوه خطوه. عندنا بس الاول محطتين مهمين قبل الدور الثاني، اللي هو 7 فرق بتوع التتويج. نعدي بس الماتشين الجايين، الاتحاد وانبي، ونخلينا نركن انبي دلوقتي ونتكلم على الاتحاد. حلقه ما قبل المباراه، مباراه مهمه ان شاء الله، يكون في كلام مهم جدا هنتكلم فيه في البدايه. صديقي طالما وصل لك الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد اول باول. لو انت مشترك في القناه، اللايك، الكومنت، الشير مهمين جدا عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الزملكاويه. وقول لي في الكومنتات يا صديقي، ما هي توقعاتك لنتيجه مباراه الزمالك والاتحاد السكندري ان شاء الله. ونتمنى الفوز يكون حليف الزمالك، والحظ يكون حليفنا، ورجاله الزمالك تستمر في الملحمه اللي احنا ماشيين فيها، والمنطق والعقل وكل شيء ما يقولش ان احنا نكون موجودين في المكان ده. لكن احنا دايما الزمالك ضد المنطق وضد العقل وضد اي حاجه، وجنان بجنان. يلا نكمل جنان يا جماعه، ونفضل ماشيين في السلسله اللي احنا ماشيين فيها، سلسله الانتصارات بشكل مستمر، والدوافع تفضل تزيد. ناخد ماتش بيراميدز دافع، ما يكونش يعني نقطه سلبيه ان انا ابدا بقى اعمل عمليه الارتخاء واصل كسبت بيراميدز. لا يا باشا، مفيش استرخاء، مفيش هدوء، مفيش ان احنا خلاص بقينا فرقه خلاص بقى احنا نكسب اي حد. انسى الكلام ده. انزل كل مباراه بروح، باصرار، بدعم الجمهور. ابني على كل ماتش تكسبه، ابني عليه. كل مباراه اعتبرها طوبه بتطلعك ان انت توصل لحد الدوري عشان تقدر تجيب الدوري. حط طوبه فوق طوبه، كل مباراه خدها على حده.
الزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري، قلت لك فريق جاي منتشي، فريق عامل 4 انتصارات من 5 مباريات، فريق جيد جدا بعد التدعيمات اللي حصلت. كابتن تامر مصطفى بيلعب بطريقه 3-4-3 او بتبقى بالتحديد بيلعب بطريقه 5-3-2 في اغلب المباريات. بيلعب باثنين مهاجمين، لازم الزمالك يخلي باله كابتن معتمد جمال من الاثنين اللي بيبقوا مهاجمين، مابولولو وفادي فريد، وعنده على الدكه طبعا جون إيبوكا، وعنده ناس تقيله قوي يا جماعه. فرقه الاتحاد بالذات المهاجمين الثلاثه، لو بنتكلم في جون إيبوكا وفادي فريد ومابولولو، اي اثنين ممكن يلعبوا. الجوده بتاعتهم لعيبه كويسه جدا، لعيبه مزعجه جدا في التحولات، ولازم كابتن معتمد جمال يبقى مذاكر كويس قوي ومخلي باله قوي من تحولات الاتحاد، لانها مزعجه جدا وشرسه جدا وخطره جدا. الاتحاد السكندري عنده جناح زي عبد الرحمن مجدي من الاجنحه اللي كان بيلعب في الاسماعيلي قبل كده، ودلوقتي جاي اعاره من بيراميدز. عبد الرحمن مجدي جناح مميز جدا في الواحد على واحد، وبيقدر يخش ويسدد وبيخش ويعمل ارتوم مميزه جدا. دي من النقط الخطره في فريق الاتحاد هو عبد الرحمن مجدي. حتى لو عبد الرحمن مجدي ما بيلعبش، بيلعب يسري وحيد، لعيب من اللعيبه الحريفه جدا، وكانت قريبه من فترات كبيره ان هي تكون موجوده في الزمالك. فيسري وحيد من اللعيبه الحريفه. اذا الاتحاد عنده لعيبه جيده جدا، عنده لما بيبدا يلعب عايز كره استحواذ ويبدا يلعب هجوم ويبدا يلعب بقى كوره فيها استحواذ كتير، بيعتمد بقى على مجدي قفشه، وعنده لعيبه محمود عبد العاطي دونجا في نص الملعب، وعنده لعيبه بتبدا تخليه يقدر يلعب كوره فيها استحواذ وتدوير للكوره. فالاتحاد عنده سياسه لعب كابتن تامر مصطفى الاساسيه، هو بيلعب الدفاع وهيبدا يلعب كومباكت وينزل تحت الكوره، هيلعب جيم شرس جدا على المستوى الدفاعي، هتلاقيه دايما قافل اللعيبه كلها نازله تحت الكوره، وهيبدا في بدايه المباراه يلعبك على التحولات سواء بمبلولو او فادي فريد، والاثنين تقال جدا، لعيبه جيدين جدا ويبداوا يزعجوك طول الوقت. فلازم الزمالك يخلي باله من هذه النقطه. الاتحاد عنده نقاط ضعف، عنده نقاط ضعف رغم ان هو بيلعب 5-3-2. الاتحاد عنده مشكله في الجنبين، عنده مشكله في انصاف المساحات كمان اللي في الجنبين، يعني المساحه اللي بتبقى ما بين الباك والوينج باك او الباك اليمين والمدافع اليمين، انصاف المساحات والمربع اللي ما بين نص الملعب والمدافع من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، المربعين دول برضو دايما لو لعبت عليهم الزمالك وركز فيهم، الزمالك يقدر يستغلهم بشكل كبير. وبالتحديد الجنب اليمين او الباك اليمين للاتحاد دايما عنده مشكله، دايما الزمالك لو عمل كثافات عليه في المنطقه دي الزمالك يقدر يسجل بشكل كبير. قلب الملعب اللي في ظهر خط النص دايما بيبقى عندهم مشكله برضو فاضي، الزمالك لو يقدر يشتغل في انصاف المساحات اللي في نص الملعب يمين وشمال قلب الملعب يقدر يشتغل بشكل كبير ويقدر يزعج فريق الاتحاد ويقدر يسجل. من النقط الضعف دي الاتحاد السكندري من الفرق اللي استقبلت اهداف كتير جدا بسبب انصاف المساحات اللي موجوده في خط الظهر، انصاف المساحات يمين وشمال مش في قلب الدفاع، بالذات انصاف المساحات اللي من الطرف بتبقى خطره، يعني خطر على الاتحاد. الاتحاد بيستقبل منها فرص كتير جدا وفرص متتاليه، مش في ماتش ولا اتنين، ده في اغلب الماتشات دايما بلاحظها ان الاتحاد عنده المشكله دي. الاتحاد برضو عنده مشكله، الزمالك بقاله كتير قوي وده مزعلني، الزمالك ما بقاش يستغل الكور الثابته، ولازم كابتن معتمد جمال يبدا يشتغل على النقطه دي. مباريات الدوري اللي جايه بتحسم بتفاصيل، انت بيراميدز حسمتها بركله ثابته، يعني ركله جزاء او كوره مش لعب مفتوح. برضو لازم تشتغل على الفاولات، تشتغل على العرضيات اللي هي الكور الركنيات، لان الاتحاد عنده مشكله في الكور العرضيه. انت عندك حسام عبد المجيد طويل، عندك ناصر منسي مميز في العرض في الكور العاليه، عندك محمد اسماعيل برضو يقدر يزيد، احمد ربيع كويس جدا في الكور العاليه بالمناسبه من الناس اللي بتشتغل كويس في الهيدر، عطيه الدباغ كويس جدا، انت عندك لعيبه تقدر، شيكو بنزا لو لعب طويل وبيقدر ياخد الكور العاليه. اذا الزمالك انت عندك خامات كويسه، اتمنى الزمالك يبدا يشتغل على الكور العرضيه لان دي كور فيها مشاكل في الاتحاد عنده مشاكل في الكور العرضيه المتحركه والكور العرضيه اللي هي من الركنيات. الاتحاد لو عملت له كثافات في قلب ال 18 عنده الكور اللي بتتسدد وترد وتيجي في قلب الملعب تقدر تستغل منها تسجل فرصه هدف اكيد. ان شاء الله الزمالك وكابتن معتمد جمال يقدر يشوف النقط الضعف الموجوده في الاتحاد ويشتغل عليها. الزمالك لازم ينزل هذه
هذه المباراه من بدري بشخصيه الزمالك. انزل يا باشا. الاتحاد كده كده انا بقول لك الاتحاد مع تامر مصطفى هينزل بنسبه كبيره. الخيار الاول ليه ان هو يلعب 5-4-1 او 5-3-2 وهيلعب كله تحت الكوره. انزل يا باشا، زق محمد ابراهيم، زق بنتايج، وضم الاثنين الاجنحه لقلب الملعب يخش جوه ال 18 مع ناصر منسي. خش يا باشا اعمل كثافات في قلب ال 18، شغل عرضيات، تسديدات كتير، ابدا اخلق فرص من اول المباراه. لو عملت كده من بدري، دخلت بشراسه بروح، بان انت نازل ضغط شرب، ان انا نازل اقول للاتحاد السكندري نازل اسجل فيك جون، حطه في قلب ال6 يارده ان شاء الله تسجل جون في اول المباراه. ما تسيبش المباراه تطول، لان طول ما المباراه بتعدي، طول ما الوقت الاتحاد بيكسب وقت، هيفضل يدافع اكتر، هيبدا يقرفك بالتحولات اكتر، ولا قدر الله لو جاب جون الامور هتبقى صعبه والمباراه صعب اكتر. الاتحاد عنده جوده بره، عنده كواليتي بعد التدعيمات اللي عملها في يناير تخليه عنده ان هو يقدر يلعب بكذا طريقه. فممكن ساعتها يبدا يضايقك وينزل قفشه، يبدا يقف على الكوره ويلعب بقى استحواذ، ويبدا قفشه يطلع المهاجمين او الاجنحه عبد الرحمن مجدي بسرعاته، ويبدا يزعجك طول المباراه. فانت في غنى عن الكلام ده كله. فلازم لعيبه الزمالك تبقى مركزه جدا جدا. المباراه مش سهله يا جماعه، ده كمين صعب جدا. الاتحاد السكندري بقى عنده لعيبه وعنده كواليتي كويس بعد يناير، عنده مهاجمين اقوياء جدا يقرفوك، عنده مدرب ذكي ومدرب بيعرف يغير وبيعرف يدير المباريات وبيحب يلعب مباريات الزمالك من زمان. فالمباراه لكل الظروف دي مش مباراه سهله. برضه حط في اعتبارك انت بدات تكسب، فالفرق هتبدا تبص لك ان الزمالك بيكسب، الزمالك بيبدا يلعب فنحترمه، فنقف يبداوا يضايقوك، يلعبوا مباريات من المباريات الصعبه. مش كل الفرق هتنزل تفتح لك الجيم. الاول ممكن كانوا بيقولوا الزمالك عنده ظروف بيلعب بالناشئين الظروف دي تطمع فيك الفرق. دلوقتي مع مكاسبك اللي انت بتعملها والانتصارات اللي انت شغال فيها، هتخلي الفرق تحط اعتبارات ليك، تبدا تحترمك بشكل كبير، تقف اكتر، تبدا تقفل اكتر، تبدا تذاكرك اكتر، تبدا تقفل على الاجنحه بتاعتك بشكل كبير. فلازم الزمالك يخلي باله من حاجه زي كده، وكابتن معتمد واللعيبه يبقوا فاهمين ان انت خلاص الانتصارات دي هتخلي الفرق تبدا تضايقك اكتر، ويبدا ينزلوا يلعبوا جيم دفاعي بشكل اكبر. يبداوا عرفوا مثلا مفتاح زي اخوان بزيره الحل فيه انزل اضرب فيه طول المباراه، كل الفرقه تبدا تعمل معاك كده. لازم انت تخلي بالك ويبقى عندك حلول ثانيه. يبقى شيكو بنزا طالما بدا يجيب فورمه في مباراه بيراميدز الشوط الثاني كان جيد، ابدا اديله يمكن يبقى حل ثاني، طالما ان انا عرفت اسيطر على الاثنين وربع اللي ضاربين عنده، اقدر اسيطر عليه تاني واديله يمكن يديني فرصه. ابدا العب احمد شريف، لازم العب باثنين اجنحه قدام فريق زي الاتحاد يعملوا لي استرتش للملعب، او يخش العمق ويعمل استرتش بالاثنين الباكين. لازم اعمل كثافات، لازم يبقى عندي حلول، لازم يبقى عندي افكار كتير جدا في مباراه زي دي. لازم اسجل هدف بدري، ودي نقطه مهمه جدا هتفرق معانا في الجيم، تبدا تخليك ان انت تسهل المباراه وتبدا الاتحاد يفتح، تبدا تروح بقى بسرعات خوان بزيره وشيكو بنزا، ولو عدي دباغ موجود في الشوط الثاني مكان ناصر مثلا يبدا يروح بسرعاته، يبدا الزمالك يشتغل الجيم اللي بيحبه. فتوح لو ينزل بديل يبدا يشتغل هو الكور الطوليه اللي بيعملها فتوح بشكل مميز في المساحات. نقدر نسهل المباراه على نفسنا بشكل كبير. الزمالك يلعب بمين في هذه المباراه، او التشكيل الافضل من وجهه نظري؟ اتمنى الزمالك يبدا يثبت التشكيل. الزمالك يلعب في حراسه المرمى دي طبعا محمد صبحي موقوف بسبب الانذارات، هيبقى اكيد المهدي سليمان. ولازم يا مهدي سليمان نركز تاني ونتكلم في الكور العاليه والكور اللي بتتسدد. عايزين نمسك الكور دي، بلاش الكور اللي بتقع كتير. في خط يبقى المهدي سليمان في حراسه المرمى، محمد ابراهيم، حسام عبد المجيد، ومحمد اسماعيل، ومحمود بنتايج. في قلب الملعب محمد السيد ومحمد شحاته وعبد الله السعيد، شيكو بنزا واخوان بزيره. وفي الهجوم ناصر منسي او عدي الدباغ. اتمنى ان احنا نريح ناصر منسي شويه وياخد عدي الدباغ، لان انت عندك مفرمه مباريات، عندك الاتحاد ثم انبي ثم ماتشين الكونفدراليه، فانت عندك مدعكه. لو اتمنى عدي الدباغ يبدا ياخد اساسي وناصر منسي ياخد شويه نفس، لان الامور الضغط ده كتير جدا. اتمنى ان عبد الله السعيد لو في امكانيه يريح ويلعب احمد ربيع، ويبقى محمد السيد ومحمد اسماعيل محمد اسماعيل مدافع، يبقى احمد ربيع وشحاته ومحمد السيد. ولو عبد الله يقدر ياخد وقت اكتر برضو، يعني يريح وقت اكتر، لان هنحتاجه الماتشات اللي جايه. عبد الله عامل السن والارهاق بلاش، وبيقولوا ان هو كان عنده
مشكله في الضمه ساعه ماتش بيراميدز وعمل جلسات وداس على نفسه عشان يلعب بيراميدز، فاتمنى ان هو ممكن يريح شويه عشان ما نخسرهوش في اللي جاي. لو ادم كايد رجع يا ريت ادم كايد يبدا ياخد برده في مركز 10 مكان عبد الله السعيد. ادم كايد لعيب كويس جدا يفيدنا. كل دي خيارات، اتمنى الزمالك يبدا يكمل بشكل افضل الفتره الجايه، وان شاء الله بالتشكيل ده لازم الزمالك يبدا يروح بكثافات ويسجل. ولازم اقول مره واثنين وثلاثه نركز يا جماعه، وكابتن معتمد جمال يخلي باله من الاثنين المهاجمين اللي بيلعبوا في الاتحاد، مبولولو وفايد وفادي فريد. اثنين مهاجمين رخمين، اثنين مهاجمين عندهم سرعات، اثنين مهاجمين بيعرفوا يقفوا على الكوره ومحطه، هيزعجوا الزمالك جدا. لازم نخلي بالنا في التحولات. ان شاء الله المباراه تعدي على خير والانتصار يكون حليفنا ان شاء الله، والتوفيق يكون معانا ونحقق انتصار مهم جدا سواء الاتحاد وبعد كده مباراه انبي نروح الدور الثاني واحنا على الصداره. وليه لا، يمكن المقاولين يعمل حاجه، قلتها ساعه مباراه زد ايام، يمكن زد يعمل حاجه، خلينا نقولها ونتفائل. ليه لا، المقاولين يمكن يخطف نقطه، حرس الحدود في الماكس يخطف نقطه، الامور تريح شويه. ليه لا يا رب، خلينا ان شاء الله نتفائل خير والزمالك يفرق شويه، بدل 3 يبقوا 5 ان شاء الله. ليه لا، عايزين نزيد اكتر ان شاء الله، يعني الفرق يزيد لحد ما نروح الدور الثاني يريحنا ويدينا اريحيه، نبقى داخلين كل مباراه عارفين احنا عايزين ايه من كل مباراه. بس يا صديقي العزيز، ده كان كل معانا في حلقه النهارده، وما قبل مباراه الزمالك والاتحاد، ما قبل المعركه الثانيه. قلنا العركه ما خلصتش، لسه في عركه جديده ان شاء الله. لعيبه الزمالك رجاله، جمهور الزمالك انا متاكد ان هو هيملى الملعب، سواء الثانيه في كلام ان التذاكر الثانيه قربت تخلص والثالثه قربت تخلص والاولى خلصت، اذا الجمهور هيجيب كميه كبيره ان شاء الله. يوم جمعه يكون يوم احتفال كرنفال، كل الناس اللي جايه ورا اللعيبه دي تروح مبسوطه، وان شاء الله اللعيبه انا متاكد ان هي مش هتاثر باي حاجه. اللعيبه فعلا رجاله، اللعيبه على قد المسؤوليه، اللعيبه عاملين اكتر من اللي عليهم بصراحه الفتره الاخيره، فان شاء الله يكملوا على كده. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، واحنا فرحانين، وان شاء الله بامر الله كل حاجه تكون خير، والموسم ينتهي بافضل مما اكتر، يعني افضل مما احنا عايزين، ينتهي احسن ما احنا كنا ممكن نتخيل. كان معاكم اسلام نونجا في حلقه جديده من برنامج على الطاير. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.